سيول عارمة تجرف كل شيء في طريقها، قطيع من الأغنام يتدافع وسط الطوفان، وصوت المياه الهادرة يثير الرعب. مشاهد كارثية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وسط تعليقات صادمة تربط بين هذه السيول وقرار ملك المغرب بإلغاء شعيرة الأضحية في عيد الأضحى. لكن ما حقيقة هذه الادعاءات؟ هل فعلا هذه السيول هي انتقام إلهي؟ أم أن هناك جانبا آخر للقصة لم يروى بعد؟ دعونا نكشف الحقيقة معا. انتشر مقطع فيديو يظهر سيولا جارفة تكتسح قطيعا من الأغنام، ورافقته تعليقات نارية تتحدث عن عقاب إلهي حل بالمغرب. آلاف المنشورات، ملايين المشاهدات، وتعليقات متباينة بين مصدق ومشكك. البعض قال إن ما حدث هو نتيجة مباشرة لقرار الملك محمد السادس الذي دعا إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بينما آخرون وصفوا الأمر بأنه غضب من السماء على إلغاء شعيرة من شعائر الإسلام. لكن وكما هو الحال مع الكثير من الأخبار التي تنتشر كالنار في الهشيم، كان لابد من التحقق. وبالفعل بعد بحث دقيق تبين أن مقطع الفيديو لا علاقة له بالمغرب. الفيديو الأصلي تم التقاطه في دولة أخرى تعرضت لسيول عنيفة قبل فترة، وتمت إعادة نشره مع سياق زائف ومضلل. أما عن قرار الملك المغربي فقد جاء في إطار دعوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة. لكن لا يوجد قرار رسمي بإلغاء شعيرة الأضحية، بل هو مجرد دعوة اختيارية. مثل هذه الأخبار المفبركة لا تؤدي فقط إلى نشر الفوضى، بل تؤثر أيضاً على استقرار المجتمعات. تخيلوا حجم التأثير عندما يصدق آلاف الأشخاص خبراً كاذباً دون التحقق من مصدره. وهنا تكمن أهمية التأكد من المعلومات قبل مشاركتها. لا تدعوا العناوين الصادمة والتعليقات النارية تخدعكم، فالواقع أحياناً يكون بعيداً تماماً عن ما يروج له. في النهاية الحقيقة واضحة، لا توجد علاقة بين السيول وقرار ملك المغرب، وما تم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الجدل. فما رأيكم أنتم؟ لماذا تنتشر مثل هذه الأخبار بهذه السرعة؟ وهل سبق لكم أن وقعتم ضحية لمثل هذه الإشاعات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لمتابعة المزيد من الحقائق.